اهلا وسهلا ومرحبتين، حياكم الله في قناة الليج السعودي. في نهاية كل جولة من دوري روشن السعودي راح انزل ملخص كامل عن اهم مباريات الجولة واهم ما حصل فيها. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انزله. مباراة الاهلي والحزم تكلمت عن هذه المباراة في فيديو سابق مستقل، بامكانكم الرجوع له في القناة او بتلاقونه فوق معروض هنا ولا هنا. ابها والهلال بعد مرارة خسارة كأس الملك سلمان للأندية العربية، الهلال يفتح صفحة جديدة ونارية في بداية دوري روشن 2023. تألق مالكم وتسجيل هاتريك. مالكم من وجهة نظري هو نجم المباراة، وحقيقة انا شخصيا معجب بهذا اللاعب. لاعب ثلث هجومي متكامل، تحركات فنية في المكان الصحيح، قراءة للهجمة والكورة وين بتنتهي، تسديدات ذكية وفيها مكر وخداع للحارس. بصراحة مكسب للهلال، وراح يكتمل العقد والتألق والإبداع وتظهر روح السامبا لما يلعب نيمار ويجي متروفيتش. هجوم الهلال بالأسماء ذي يا ساتر يخرب كل دفاع، حتى لو كان دفاع الريال ولا اتلتيكو. كويس اني ماني مدافع ولا كان انجلدت وتخربقت. الهلال فريق كبير وزعيم حقيقة، لما تشوف جحفلي، البريك، ناصر الدوسري والحمدان ومصعب، 6 أسماء بديلة للأساسيين، والفريق ما يتأثر، بالعكس يفوز ويتألق وينتشر صح ويستحوذ طول وعرض. هذه ميزة الفرق الكبيرة. كبير يا زعيم، زعيم يا كبير، كبير يا زعيم ولا زعيم يا كبير، يلا اللي ودكم. الجولات الأولى زي النهائيات، تكسب ولا تلعب. 3 نقاط مهمة للزعيم، وكانت في وقت صعب وارهاقات بعد البطولة العربية. خيسوس 10/10، فاز وريح لعيبته. الرائد والاتحاد في الدقيقة الأولى هجمة خطيرة للاتحاد لولا رعونة روما. كورنادو اخترق من الجناح اليمين 1-2 مع روما. رومارينهو كان بطيء في التفكير وما توقع التمريرة من كورنادو. دقيقة 7 تمريرة من وسط الرائد يضرب فيها دفاع الاتحاد والتسلل، وينفرد فيها المهاجم اللي تعامل معاها وكانه يدرب الحارس. يا كابتن لما تجيك كورة زي ذي ضد فريق مونديالي زي الاتحاد، لوبها صح ولا وخر عنها. دقيقة 14 حمد الله يعرض وكورنادو يسدد في الدفاع تقريبا لحد الدقيقة 15، والاتحاد ما كان عنده أي فكر ولا شخصية ولا تسديد ولا حلول، مضيع، غير متجانس وغير متفاهم. الدقيقة 26 من الشوط الأول تشهد أول هجمة تقريبا مرتبة وواضحة للاتحاد. كريم بنزيما يفك له صاروخ باتجاه المرمى، لو كان نازل بس شوي كان فجر الشباك وفقع وجه أحد المشجعين. لا الله يستر. مجملا الشوط الاول نونو سانتو كان عنده خطه وتصور، بس ما وصلت للاعبين والفريق بالشكل الصحيح. شكل مترجم ذاك اليوم ما نام صح وما وصل الفكره صح. واضح ان نونو سانتو كان يراهن على العرضيات، حتى لو لاحظتوا تقريبا لين الدقيقه 20 الاتحاد معرض اكثر من 15 الى 16 عرضيه مع 4 ركنيات بدون اي نتيجه. برضو كان واضح انه يبي كريم يلعب في العمق، بس من وجهة نظري صراحة اللاعبين اللي حوالين كريم بنزيما اقل من مستواه ونضجه الكروي وعقليته الاحترافية. لازم تفهم يا سانتو ان بنزيما اللي معاك يحمل الكرة الذهبية، يعني على بلاطة افضل لاعب في العالم، وكان هو هجوم فريق الريال مدريد بالكامل. اقل شيء نزل معاه جوتا على الطرف ولعبه على طول. جوتا لاعب اوروبي وذكي كرويا وصغير في السن، وزي جوتا راح يندمج مع بنزيما، بس يبي له صبر ووقت، ما نحكم عليه مباراة ومباراتين. سانتو بكل صراحة لحد الان قاعد يجرب وما وصل لحد الان لاي ثلاثي هجومي واضح وصريح. يا نونو جابك الاتحاد تخلص، حط اللاعب الصحيح في المكان الصحيح. من وجهة نظرك كاتحادي، هل نونو سانتو تبنيشة الجوتا في مباراة الرائد كان صحيح ولا كان المفروض يبدا فيه؟ وش رايكم في فابينهو افتكاك على الهدف الاول؟ وش رايكم في اداء روما؟ وش رايكم في فكرة حمد الله وبنزيما مع بعض؟ وش رايكم في نونو سانتو؟ حقيقة من البطولة العربية وانا شايفه قاعد يجرب. ترى بتلعب كاس العالم وكل العالم الحين يطالعك، فلا تضحك العالم علينا لو سمحت. جمهور الاتحاد شاركوني تعليقاتكم اسفل الفيديو، واشتركوا في القناة، اعطوني لايك. النصر والاتفاق. خسارة النصر كانت بصراحة مفاجأة الجولة الأولى. النصر صحيح بادر بالتسجيل، بس بعد الهدف الاتفاق استحوذ والنصر ما مسك كورة صح في الشوط الأول. كاسترو لم يقرأ المباراة بالشكل الصحيح، واختيارات عناصره خاطئة. أسماء ما لعبت من فترة طويلة أكيد ما راح تتجانس من مباراة واحدة. أقل شيء ضم بروزو وتاليسكا وخليهم في الدكة يعطوك حلول لما تحتاجهم. شكل كاسترو ما سمع في المثل اللي يقول احفظ قرشك لليوم الأسود. صحيح كاسترو ضيق العمق شوي لأنه عارف إن جيرارد يحب يلعب ويخترق من العمق، بس بالمقابل ما افتكر حلول هجومية لمباغتة الخصم. جيرارد كان قارئ جيد للمباراة وتعامل مع مجريات المباراة ولعب على أخطاء النصر وتيهانه. عبد الرحمن غريب يا جماعة في المباراة كان جدا ضايع وغير مبالي ولا مكترث في أحيان كثيرة، والدليل في الدقيقة 26 ارتداد هجومي للنصر. عبد العزيز العليوي من الجناح اليمين يلعب كورة والصليهم في النص. الصليهم هنا يا جماعة ما كان عنده حلول، لأن الجهة اليسرى كان يفترض فيها مساندة سريعة من عبد الرحمن غريب، بس الغريب ان عبد الرحمن الغريب اختفى في الكورة هذه وما تدري وين راح. يعني لو كان مساند ومتواجد كان الهجمة فيها
فيها احتمالية هدف، وكسر الغريب خلى العليوة يضطر للعب الكرة عرضية الماني الوحيد في المقدمة. الهجمة في الأخير انتهت في يد الحارس، وفي الدقيقة 35 عبد الرحمن الغريب يرقص لاعب الاتفاق في الجهة اليسرى من الملعب ويدخل العمق ويتوفر له عدة خيارات للتمرير. على الشمال كان متواجد ساديو ماني، وعلى اليمين كان عبد العزيز العليوة، وفي العمق علي الحسن. وش سوى اخينا في الله؟ راح لعب الكرة بشكل غير دقيق زي ما انتم ملاحظين في العمق للحسن، وعلي الحسن كان مراقب من مدافع الاتفاق اللي كان متوقع التمريرة صح وخلصها. يا غريب لو مررت العليوة على اليمين بعد ما انفتح المجال كانت هدف محقق. برضو في الدقيقة اللي بعدها عشان نبين لكم قديش عبد الرحمن الغريب كان سيء، ولو تعامل مع الفرص والهجمات اللي توفرت له بالشكل الصحيح كان ممكن النصر يخرج فايز او متعادل اقل شيء. خوينا برضو في الدقيقة 36 توفرت له هجمة كان فيها نوع من الانفراد 1 على 1، كون من الخلف قرأ الهجمة وتحرك للمساندة وسوى اوفرلاب لخلق فرصة هدف، بس عبد الرحمن الغريب سحب عليه واختار انه يرقص هندرسون. يا غريب ترقص هندرسون قائد ليفربول، الله يهديك. بس لانك من جمهور النصر شارك لي تعليقاتك وش رايك في المباراة وتحليلك للمباراة بشكل كامل. اترككم الان مع بعض الاحصائيات، اشوفكم في ملخص الجولة الثانية.